نعجة ولدات هاد الخروف، الله على فرحه. راه هذا هو التيلاد الاول ديال المزرعه. ما كنتش كنظن ولو بلحظه ان مورينا غادي تولد هاد الليله. راني غير جيت حليت على الدجاج، دزت قدام الكوخ باش نسلم على جيجي. كيبان لي هاد الصغيور ولا هاد الصغيوره. صدماتني هاد الفرحه فاميلي، حيت اول مره كنعيش هاد التجربه. اول حاجه غندير غادي نمشي نجيب الوليدات يجيو يشوفوا. مارينا تيا خاصك تاكلي، راه تابعك الرضاعه. مازال ما عرفتش واش رضع اول مره ولا لا. جيجي فرحان. جاب لي الله عز وجل اللي غادي يزيد يونسو في هاد المزرعه. تبارك الله، عندها يوم واحد دابا. واش انت ذكر ولا انت دابا؟ قول لي. كوري مسكينه كوري. وانت ولا انت راني طمأنيت ملي كنشوفك واقف. بقيت كتلحس فيه دابا حتى تحيد ليه كاع هادشي. تبارك الله، يعني غتحيد ليه كاع هاد ما لاصه. كتبش لي نحضر الولاده باش نشوف كيفاش داز. هذا منين انا جيت في الصباح بكري، دونك كنتوقع على ان هذه المساله طرات من 9 ديال الليل يمكن حتى لديك 3 ولا 4 ديال الصباح، الله اعلم. جبت الباياج باش نفرش ليك. بسم الله. ما تخافش ما تخافش، غادي غير نفرش لك. ما تخافش. نجي اخرى كيبان لي على انني غادي نديرهم على جانب وندي جيجي يبات في مكان اخر. هذا غادي ديبرونشا حيت خفت الصغيور يضربوا الضوء على برا. بلاتي. سبحان الله سبحان الله. شوف كيفاش كيشمشم جيجي. شوف سبحان الله العظيم. بعد كنقول ان النعجه ملي جبتها يمكن كانت عامره. هذه مرة ما كنت كنقول ان هاد الامور غادي تتم بهذه السرعه، ولكن راه لا حركه ولا سكون الا باذن الله. مسألة مهمة دابا، واش هي اللي غادي تردعو ولا انا اللي خاصني نردعو؟ انا اللي خاصني نمشي نجيب البيبرون باش غادي نردعو. والله العظيم ما عرفتش الفاميليا هاد المسألة هادي، حيت دابا تقريبا شي 40 دقيقة وانا هنايا مازال ما عطاتوش ياكل. وهو كيبان يقدر يكون الجوع يقدر يكون البرد. الا مازال ما رضعش واقف راه غادي نساعدو. على هاد التفريشة دابا. انت يا جيجي البطل. واش كاين شي حاجة هنا؟ هاد السلك هذا. دابا تقريبا ساعه اخرى ومازال ما رضعش. كتبقى غير مساله وقت، حيت الحمد لله بعد منين مو ما نافراش تقرب لي كتلحسو. ملي كيقرب ليه شي واحد اخر كتستريسي. يتعلم يرضع. سبحان الله، راه بدا كيقرب المكان اللي غيرضع منه. وشوف معايا هاد الزايغ اللي خارج كيتسركل على برا. مشيت غير الكرفان نجيب ليكا باش غادي نقلب بها ماما. هذه هي التوصيه ديال البيطاري منين عيطت ليه. شوف واش كلات البلاصونطا ولا لا. سبحان الله، حبسات الشتا والبرد دابا شي 3 ايام. كتب لي زاد في هذا الاسبوع اللي كيقولوا غادي يكون مشمس تبارك الله. الفصل الربيع اللي كنبغيوه راه ما بقى ليه قد ما فات. شوف ها نويفوش بارد. نيفو بارد واحد شويه. بقاش راه يلاه 24 ساعه الاولى ديالو هادي. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يكون غير كلا داك الكولوسيوم ديالو الاول، يعني ديك الراسيون الاولى ديال الحليب اللي كيكون فيها اصلا واحد الفائده كتخليه يهز الرحيل ديالو بسرعه. اجي ندخلوا لداخل. قبيله دابا شي 3 السوايع وانا عس عليها، هي راه ما نافراش، ولكن راه مازال ما لقاش حاشاكم البلاصه ديال البلاصه اللي غترضع منها، يعني بلاصه البزول. الحمد لله راه هو ملي كنشوفوه واقف وما كنشوفش الظهر ديالو اصلا مقوس. والحليب كيف كتشوف كاين تبارك الله، ولكن في الجهه الاخرى كنحس بها مازال خاوي. ومادام ما نجحش في الرضاعه وهو واقف، هذاك الشيء علاش قررت نتكيها. قربت المدخل لفمه وكنحلبها. مع الاسف بهذه الطريقه قدر يحصل غير على شي قطرات. خلاصه مازال ما كيعرفش يجبد مسكين. دونك تواصلت مع الطبيبه البيطريه ديالي، قالت لي واخا راح الحال، يعني وجدت لك داك الشيء اللي خاص، حطيتو لك فوق البريد ديالي. الا جيتي وما لقيتينيش هنايا، الله خيرها في هذا الليل. المهم عندي هو ما يباتش بكرش وخاويه.